رجل يفتح الباب ويسحب امرأة من السيارة، يسحب جثتها على الأرض. الفيلم عن القاتل الشهير هذا الأرض، ويعتبر تحفة فنية في عالم أفلام الأكشن الكورية. القصة مستوحاة من حكاية حقيق. الطرق القاسيات اللي استخدمها القاتل تخلي 30 مليون امرأة كورية تشعر بقشعريرة في الليل. والأسوأ بعد ما يقتل يحب يستخدم أدوات تقطيع الضحايا، وفي الأخير يدفن الجثة في حديقة بيته. بعد ما ارتكب الجريمة يحب يستخدم أدوات تقطيع الضحايا. بلا كلام كثير، الفيلم بدأ في شارع في سيونغنام كوريا. امرأة أنيقة وجميلة خلصت شغلها واستعدت للرجوع على البيت، وفجأة يظهر رجل غامض من وراها يحب يستغل ليالي المطر ليهاجم النساء اللي يرجعون لوحدهم. بس في أسابيع سوى 8 حالات اختفاء في جنوب سيونغنام. بعد ما الشرطة حقق عرفوا إن الضحايا كلهن نساء جميلات في الثلاثينات وبيختفوا بشكل غريب في ليالي المطر. كمان الشرطة ما لقت أي دليل مفيد، وهذا خلى الناس يصرخوا ويشكون. الشرطة تحت ضغط غير عادي عشان ما يسببوا فوضى. المدير أمر تيشو يروح يقبضوا على واحد يشبه المجرم، وإذا ما قدر لا ترجع. طلع تيشو يبدأ يشكو من المدير وهو في السيارة مع واحد ثاني يتكلموا عن المدير. فجأة المطار صار أشرس، قرروا يقفوا سيارتهم على جنب ويتهربوا من العمل. وفي نفس الوقت أخت تاشو سوكيونغ خلصت فحصها في المستشفى فرحانة لأنها حامل. تتصل بزوجها شونغ-هيون وتقول له عندها خبر حلو، لازم ترجع البيت بدري. بس شونغ-هيون كان شغال لوقت إضافي ويقول إنه بياخذ وقت أطول. سوكيونغ تتجه للبيت، ولما تمر في زقاق هادت فجأة سيارة فانتتابعها. وما كان غريب، رجل بلبس أسود يضربها بعصا على رأسها. سوكيونغ تفقد الوعي وتسحب للسيارة. شونغ-هيون حس بشي غريب، اتصل بسوكيونغ. جرس الهاتف فجأة يخلي الرجل بالأسود. جونغ ينزعج، شاف صورة الزوجين السعيدة على الشاشة وضحك بسخرية ورمى الهاتف من الشباك. لكن أثناء ما هو يرميه انشغل وصدم في مؤخرة سيارة قدامه. سائق السيارة نزل يصرخ على جونغ متعجرف ما يتحمل الإهانة، بس فكر في فريسته، ضغط على البنزين وهرب. السائق على طول اتصل بالشرطة. وفي الجهة الثانية تيشو وصديقه كانوا ناويين يروحوا لمكان اختفاء الضحية، يصوروا شوية صوروا للتقارير، بس تفاجئوا بالإذاعة تقول في حادث صار وهربوا، والمكان كان قدامهم مباشرة. على طول راحوا يفحصوا. لما وصلوا تيشو حس إنه في شيء مو صحيح. السيارة اللي هربت كانت متضررة بشكل كبير، بس بدل ما يسوي تأمين ويبلغ الشرطة راح هذا مو معقول. في اللحظة دي هاجت على جنب الطريق لفتت نظره. لما قرب شاف موبايل تيو على طول فكر في حالات اختفاء البنات اللي حصلت مؤخرا، فبدأ يتصل بالمدير بسرعة. قال له إنه لقى الجاني، لكن المدير مش محتمل لأنه مش مصدق إنهم حلوا القضية بسرعة. شاف تيو إن المدير مش مصدق، هو وتاسو قرروا يلاحقوا الشخص. وفي نفس الوقت جونغ كان بيجري وطلع على الجبل وشد سوكيون زي ما يشد خنزير ميت. الاحتكاك القوي خلى سوكيون يفيق مؤقتا. بعد شوية جونغ كان مليان دم. سوكيون الأحمر كان مستمتع بالمترو اللي جاب له إحساس غريب. بينما تاسو ورفيقه اكتشفوا آثار عجلات عميقة. ساعتها تاسو زاد تأكده من فرضيته، راح في الاتجاه ده. هو مش عارف إنهم في وضع خطر. على طول بدأوا يجروا في الطريق قدامهم. عند إشارة مرور حمراء أخيرا تاسو شاف الفاني المليان طين، فبسرعة اقتربوا ووقفوا وقالوا إنهم شرطة، وطلبوا من جونغ ينزلوا عشان يتفحصوا. لكن جونغ كان هادي جدا. في الحقيقة إيديه كانوا ماسكين الدركسيون بقوة جاهز إنه يسرع، لكن المفاجأة إن كوك كان واقف قدامه مسددها الطريق. مجبر نزل جونغ من العربية عشان يتفحص. لما تاسو فتح الشنطة لقى أنواع من المناشير والمثاقب. على طول أحس إن في حاجة غلط وبدأ يدور في المقعد الخلفي. زي ما توقع تيو لقى خصلة شعر في شكل مقعد وفيها دم طازج. في اللحظة دي الرائب غطى وجه تاسو، فقال كيسو إنه يقبض على جونغ ويرجعوا للعربية. لما وصلوا مركز الشرطة الفاحص الشرعي فحص العربية بالكامل، والنتيجة كانت إن في أثر دم 8 من أشخاص مختلفين في الصندوق، وبالتالي تأكدوا إن جونغ هو الجاني في قضية اختفاء البنات. القضية أخيرا اتفتحت. كل مركز الشرطة كان فرحان. في وسط الفرحة بعد حل القضية فجأت اتصال صهر سونغ هنا وقال إن سوكيون اختفت بعد ما خرجت من المستشفى. وتاسو كان مقتنع إن موبايل أخته أكيد خلص شحنه، وقال لدونغ هنا ما يفكرش في حاجات غريبة. بعد ما قفل التليفون زملائه جابوا خبر من الموبايل ده. البطاقة الشخصية في الغابة كانت لأخته. لما سمعت يوكودا حس إن الدنيا كلها اتظلمت. كل زملائه في المركز لاحظوا الوضع الغريب وبصوا له بنظرة مختلفة. دخل فجأة على غرفة الاستجواب وامسك بجونغ وسأله بغضب: أنت أخذت الموبايل ده منين يا كلب؟ تيو بدأ يضرب جونغ بعنف، عايز يعرف مكان أخته. لكن جونغ كان متكبر، بس كان بيضحك ويستمتع بالضرب. لكن تاسو ما قدرش يسيب الموضوع كده. بسرعة راح لبيت أخته وقابل صهره اللي كان قلقان جدا.
تيو دخل على غرفة النوم ولاقى خصلة شعر طويلة على السرير، حطها في كيس الأدلة. سونغ هنا شاف كده وزاد قلقة، لكن تيو ما كانش عارف يواسي. كل حاجته مش واضحة، هو لازم يكمل هي ساعة حتى النهاية. تيو أخذ الشعر لما عمل الفحوصات وقعد طول الليل، لكن خوفه كان يمنعه من الراحة، وكما توقع نتيجة الفحص الشرعي أكدت أن اللادنة من شعر أخته مطابق لآثار الدم في العربية. تاسو مش مصدق، على طول حشد كل قوات الشرطة عشان يبحثوا في المنطقة. بسرعة الكلاب البوليسية لاحظت حاجة غريبة، وبعد شوية بحث لاقوا جثة متعفنة توريها كريهة. رغم أن الشرطة لقت 3 جثث، لكن لسه ما لقوش جثة سوكيون. في اللحظة دي روح تاسو كانت محتمة. في لحظة غضب تاسو اندفع نحو غرفة الاستجواب، مسك جونغ جو وضربه ضرب شديد. لكن جونغ جو كان زي الخنزير الميت، مش خايف. الألم الجسدي بالنسبة له كان تافه. مهما ضربة تاسو وسبها، جونغ جو كان مصمم انه يقول لتيو انه يروح يدور بنفسه. بعد ما سمع كده تاسو انفجر من الغضب، كان عايز يضربه مرة تانية، بس هو الوحيد اللي يعرف مكان أخته. في النهاية تاسو أفضل ينحني بس عشان يعرفوا مكان أخته. شاف تاسو إن جونغ جو مش هينفع معاه لا بالقوة ولا بالكلام، كان غاضب لدرجة إنه عايز يقتل الوحش ده، لكن عقله هدره. هو شرطي لو انتقم كده يبقى هو زي الوحش اللي قدامه. في اللحظة دي المدير دخل مع مجموعة في غرفة الاستجواب وأنقذهم في الوقت المناسب. قبل ما يمشي جونغ جو ضحك ضحكة شريرة. تاسو كان غاضب بس كان عاجز عن منعه من الرحيل، بينما سونغ من الجهة الثانية كان بيبكي بصمت. بدأ يراجع الصورة اللي كان بيصورها مع مراته، وفجأة شاف صورة لسوكيون وهي ماسكة اختبار الحمل. ساعتها تذكر إنها كانت عايزة تقوله خبر سعيد قبل ما تختفي. جري بسرعة على الدولاب عشان يدور على اختبار الحمل. اتصدم لما اكتشف إن سوكيون كانت حامل. سونغ هين حس بألم رهيب، كان المفروض يكون أسعد لحظة في حياته. سونغ هين من الجهة الثانية كان بيبكي بصمت. بدأ يراجع الصورة اللي كان بيصورها مع مراتي، وفجأة شاف صورة لسوكيون وهي ماسكة اختبار الحمل. ساعتها تذكر إنها كانت عايزة تقوله خبر سعيد قبل ما تختفي. جري بسرعة على الدولاب عشان يدور على اختبار الحمل. اتصدم لما اكتشف إن سوكيون كانت حامل. سونغ هين حس بألم رهيب، كان المفروض يكون أسعد لحظة في حياته، دلوقتي بقت حياة شخصين في خطر. الشرطة هنا جابت جونغ جو لمكان الجريمة عشان يتعرف على العملية، لكن أول ما نزل من العربية أهل الضحايا هجموا عليه. كانوا عايزين يلتهموا جونغ جو على طول، لكن جونغ جو شاف المنظر ده ومش بس مش ندمان، كمان كان بيستفزهم. بعد كده جابوه لمكان الجبل عشان يتعرف على مكان دفن الجثث، وسونغ هين كان مختفي وسط الزحام مستني الفرصة. في وسط سياح الصحفيين سونغ هين طلع سكينة وانأدفع ناحية جونغ جو عشان يخلص عليه، لكن كل حركاته كانت تحت نظر الشرطة. بعدين سونغ هين اتقبض عليها على الأرض. لما سمع الصوت جونغ جو لف وجهه وعينه مليانة استهزاء وتحدي. سونغ هين شاف المنظر كده ما كانش قدامه غير إنه يصرخ من اليأس. بسرعة جو يوم المحكمة وزي ما كان متوقع التحكم عليه بالإعدام، ولما سمع الحكم جونغ جو ما تأثرش، لأن كوريا الجنوبية من سنة 1997 لحد دلوقتي ما نفذت حكم إعدام. يعني الحكم بالإعدام هناك بقى مجرد اسم، من بره هو إعدام لكن في الحقيقة هو السجن مدى الحياة، وكمان محمي من الشرطة عشان ما يتعرضش لانتقام أهل الضحايا. سونغ هين ما قدرش يقبل الحكم ده، ففكر إنه يخلص حياته عشان يكون مع مراته وأولاده للأبد. لياه الناس الطيبين دايما بيتعرضوا للمشاكل، بينما الأشرار. يا جماعة الحلوين كان عايش خارج القانون، لكن يبدو أن القدر له عيون. الحبل انقطع فجأة، وبهذا تتحول رحلة الموت لهون هيوان إلى فشل، وهو يشوف صورة زفافها على الأرض بجانب نار الانتقام اللي مشتعلة جواه. اليوم اللي بعده قرر شونغ هيوان يدعو تاي شيو على عشاء. تاي شيو كان مفكر إنها شونغ هيوان ممكن يبدأ حياة جديدة، بس ما توقع إنها تكون آخر وجبة لهم. تاي شيو ما ترك البحث عن أختها أبدا، لكن جونغ غو كان ساكت. كان مفكر إنه لو احتفظ بالسر ده يقدر يتحكم في تاي شيو على طول. لكن بعد العاصفة الشمس تشرق والحقيقة تقربت تنكشف. في يوم من الأيام زعيم مافيا أو يانغ شوق تعرض لهجوم مروع في النادي ومات. البنت اللي في النادي وصفت إنه وهو طالع على السلم هاجمه واحد لابس أسود ومرتدي قبعة. الهجوم كان مباغت، وبعدها الراجل الأسود طعنه 88 طعنة لحد ما مات. المنظر كان بشع لدرجة إن البنت كانت خائفة وما قدرت تشوف وجهه. بعد ما سمعت الوصف تاي شيو حس إنه سمع حاجة وما سمعش، كان مفكر إنه الموضوع مجرد تصفية حسابات داخلية، ورجع على مركز الشرطة مع زملائه يحلون القضية. الحقيقة إن قتل زعيم المافيا كان أكبر فائدة ليه بداية شيء الثاني في الترتيب. الشرطة شكت إن دايت شيء عايز يستحوذ على السلطة وعمل عملية اغتيال أو سيو. تيه شيو راح لفداية شيء وسأله مين اللي قتل رئيسك؟ هل أنت فعلا مفكر إني سويت كده؟ لو كنت هقتل كنت هعملها بطريقة أكبر.
بعد الكلام ده تيه شيو ما قدر يعمل حاجة، قرر يرجع يتفحص قاعدة البيانات عشان يحقق في علاقات القتيل، واكتشف إن رئيس أويان غشوك السابق تشيسو قاعد في السجن. تيه شيو راح السجن يسأل عن الموضوع، ولما عرف تشيسو إن أويان هشوك مات ابتسم ابتسامة خفيفة. تيه شيو كان عارف إن في حاجة غريبة، كيف تشيسو في السجن وهو قادر يوصل للناس برهي؟ بعد ما قدرش يحصل على أي معلومات قرر يسأل مدير السجن عن الوضع. المدير قال له إنه تشيسو ما زاره حد في 5 سنين، يعني ما فيه تواصل بالعالم الخارجي، وهنا القضية وقعت في مأزق. أما جونغ غاو في نفس السجن خلال ال3 سنين كان مشغول بالتدريب، نسي الأكل والنوم وبنى جسم قوي وجعل له هيبة رهيبة في السجن. الحارس لأنه معه سلاح بدأ يصرخ في جونغ غاو عشان ما يتدربش، لكن جونغ هو تجاهله، فالحارس قرر يفتح باب الزنزانات ويعلمها درس. جونغ هو كان مستعد يستقبل كل تجربة هنا. في النهاية الحارس اختار إنه يكتم غيظه. لما تيه شيو رجع يتفحص السجلات اكتشف إن واحد من أعضاء العصابة السابقين يوكي سيكوك خرج من السجن، فراح يسأله عن الأخبار. من كلامه عرف إن أويان غشوك ودايتشي كانوا من أخلص الأتباع لتشيسو القديم، والنتيجة إن الاثنين اتحدوا عشان يكشفوا بعض. شيسو وقع في ورطة بنفسه ودخل السجن بإيده، وكته الأصلية كمان سرقت، يعني كأن أقرب الناس له طعنه في الظهر. سمع تيو كل الكلام ده وهرع يبلغ المدير، وبعد مكالمة المدير أكد له كل شيء. قال له إن شيسو قبل لما يدخل السجن ما كانش يعرف مين اللي بلغ عليه، وفي النهاية من تحقيقات الناس اكتشف إن أويان غسوك هو اللي خانه، وبكده تم تحديد دافع شيسو للقتل. السؤال الوحيد دلوقتي هو كيف شيسو استعار السكين ومن كان مستعد يساعد مودان زيدة. تيو شال كل شكوك وربط كل أحداث القضية، وفي الكاميرا في جنازة أو جنساو اكتشف فجأة إن واحد من الحضور وصهره. شونغ هيون شاف المنظر وتيو تصدم وجرى على البيت القديم لشونغ هيون اللي بقى عبارة عن حطام. تيو كان ناوي يمشي، لكن فجأة سمع صوت فتح باب، ولما شاف الزرع مرمي على الأرض هرب بسرعة. تيو ما سكتيش وجرى وراه. بعد ما طاردة سريعة حصروا في زكاك. لما الراجل رفع راسه تيو تفاجأ، ما قدرش يصدق إن الراجل الرشيق قدامه وهو صحراه المهاذب. لكن قبل ما يسأله شونغ هيون استغل الفرصة وطلع من السور وهرب، ومطاردة فشلت. تيو قدر يرجع لبيت شونغ هيون مرة تانية، لكن لما دخل لقاه مليان أغراض عشوائية وعلى الطاولة آثار سكين. كل جرح يمثل رغبته في الانتقام لمرته وعياله وعزيمته في إنه ينتقم من جونغ. اكتشف إنه بعد موت مرته سوكيون قرر شونغ هيون يبدأ الرحلة تدريب كالجحيم عشان يبني جسم قوي زي الحديد ويتعلم مهارات الكتل المختلفة عشان ينتقم لمرته وعياله. ساعتها تيو شاف على الحائط خريطة علاقات أويان غسوك. عموما واضح إن موت أويان غسوك له علاقة بشونغ هيون، لكن لما بص بعمق شاف صورة واحد من أعلى العصابة دايتشي. على طول اتصل بدايتشي اللي كان في الحمام وطلب منه يخرج بحذر، في حد عايز يقتله، لكن دايتشي تجاهل الموضوع. شونغ هيون انطلق بكل قوته وصدم سيارة دايتشي عايز يسحقها، لكن رجال دايتشي جو هاجمه. شاف كده شونغ هيون جهز نفسه يهرب، لكن فجأة الإطار انفجر. رجال دايتشي هجموا وكسروا شباك سيارة شونغ هيون، بعدين سحبوه برا وبدأوا يضربوه بجنون. ولما شاف شونغ هيون إنه خلاص هيموت فجأة طلق نار خلى المكان يسكت. لحسن الحظ تيسو وصل في الوقت المناسب، لولا كده كانوا هيموتوه بالضرب. لما شافوا الشرطة جاية بدأوا ينسحبوا، لكن شونغ هيون استخدم الفرصة وهرب وهو على الأرض. ولما رجع على مكانه أشعل صورته وحرق البيت كله، لأنه عارف إن سره النكشف، فبقاؤه هنا كأنه خروف في فم نمر. تاني يوم المدير اتصل بتيسو غاضب. الشرطة استدعت تيسو للاستجواب وسألوه ليه أطلق نار في مكان عام عشان يهدي الرأي العام. المدير كان مضطر يأخذ السلاح تيسو، قال له إنه ممكن يفهم مشاعره. أخته في مأزق وصهره دلوقتي أصبح مشتبه فيه. ذكره إنه لازم يتذكر إنه شرطي وما يعملش أي حاجة تتخطى الحدود. بعد شوية وعظ المدير جاب شرطي شاب وطلب منه يتابع تحركات تيسو. وفي الجهة الثانية شيسو ما قدرش يتحمل أكثر وكان مستعد ينفذ خطته. طلع قطع حديد مثلثة حادة كان مخبيها، ده كان الشيء اللي شحذه لسنوات وكان مخصص لجونغ. فاستغل شيسو فرص جونغ وهو في الحمام وطعنه من وراه. شيسو كان زعيم عصابة، فمهارته في استخدام السكين وصلت لمستوى عالي، لكن جونغ اتعرض للطعن كذا مرة وكأنه ما حصلش حاجة. جونغ راد الهجوم وأخذ السلاح من شيسو وضربه على الأرض. بعدين جونغ أخذ قطع صابون وحطها في فم شيسو وبدأ يطعن فيه بجنون، لكن الصوت العالي جذب الحراس فاخذوا الاثنين للمستشفى. لما عرف تيسو جري على المستشفى، ولما شاف شيسو في حالة موت نزع عنه قناع الأكسجين وبدأ يسأله كيف وصل لشونغ هيون وكيف قدر يخليها قاتل. شيسو ابتسم ابتسامة مكرة وطلع إن شونغ هيون هو اللي بحث عن شيسو.
كان يراقب جونغ في كل وقت، وبعد ما حقق عرف إن شيسو وجونغ وهم محبوسين في نفس السجن. وكمان شيسو لما دخل السجن كان ضحية تحالف أويانغ سوك وداي تشي، لكن مش بعد فترة طويلة ودته ماتت بشكل مفاجئ. بعدين المدير أطلق سراحه عشان يزور ودته، وفي اللحظة دي شونغ هيون اتصل به وقدم له أدلة إن أويانغ سوك وداي تشي خانوه. كان في صوره لوالدة شيسو اللي قتلها أويانغ سوك بنفسه، وبعد كده زور وفاتها. عشان كده شيسو وشونغ هيون اتفقوا على خطة القتل. تيسو سمع الكلام بوجهه مش مصدق، وبدأ يخنق شيسو عشان يعرف تفاصيل أكثر، لكن زميله دخل في الوقت المناسب وسحبه على جنب. وفي نفس الوقت شونغ هيون وصل المستشفى بهدوء. بعد سلسلة من الأفعال السريعة المستشفى فجأة مليانة تخان. جرس الإنذار طلع صوت، والإذاعة نادت كل الناس في المستشفى يخرجوا بسرعة. وجونغ اللي كان نايم صحى وافتكر إنه دي فرصة عظيمة للهروب، لكن بإيده مكبلة فما قدرش يهرب. قرر يكسر إيده عشان يحاول يخرج من الكل بشا. لما دخل الحارس الغرفة كان مختبئ ورا الباب عشان يهاجم خلسة. جونغ هجم بسرعة وطعنه وقتله. بعدين استخدم الكلبشة وقطع رقبة الحارس الثاني. بعد ما قتل الحارسين جونغ حس بسعادة القتل مرة ثانية. لما وصل تيسو لقى الحارسين ماتوا، وجونغ متنكر في شكل مريض عادي مستعد يهرب من المستشفى. لكن المفاجأة كان شونغ هيون متربص هنا من زمان. بعد ما أغشي عليه سحبه في سيارة إسعاف، لكن تيسو شاف المشهد ده. على طول قاد السيارة وراهم وصارت مطاردة. تيسو كان قلقان إن شونغ هيون غرقان في الهاوية وما ينفعش يرجع، بينما شونغ هيون كان يعاني في البحث عن سوكيون بدون نتيجة. بعد مطاردة مجنونة تيسو للأسف صدم السيارة في كومة رمل، وما قدرش غير إنه يتفرج على شونغ هيون وهو يمشي. بعدين شونغ هيون أخذ جونغ لمكان الجبل القديم، عايز منه يدله على عظام سوكيون، لكنه كان مصر وما قالش ولا كلمة. في لحظة الضب شين ريوان طعن في فخذ جونغ غو، ولما شافه يضرب بكوت وما في شرطة، جونغ غو ما قدر يتمنع وقرر يروح معه قدام صخرة. شين ريوان أشار إنه سوكيونغ مدفونة تحتها وعيونه مليانة دموع. ركل جونغ غو للأرض ورمى له أداتي وقال له يسرع ويطلع جثة سوكيونغ. جونغ غو طاع الكلام بدون تردد. بعد شوي جونغ غو طلع كيس بلاستيك من تحت الأرض. شينغ هيوان كان في قمة الألمة، كان يتوقع إن الكيس فيها زوجتها سوكيونغ، لكن كانت أدوات جريمتها. جونغ غو أخذها وضربها على الأرض، وبعدين استخدم الأداة عشان يفك نفسه. بعدين طلع مثقاب كهربائي من تحت الأرض ورماه قدام شينغ هيوان. في اللحظة دي شينغ هيوان ما عاد يهتم بالألم، كان بس حاب يعرف مكان دفن سوكيونغ. بعد ما سمع بدأ يمشي ببطء ناحية المكان اللي أشار له جونغ غو، لكن جونغ غو القاتل القاسي ما كان ناوي يتركه. أخذ مفتاح وضرب به بقوته على رأسه، ومفاجأة تيزو وصل في الوقت المناسب وشاف كل شيء. تيزو نزل وجونغ غو شافه خاف وركض. لما تيزو وصل لشين غيوان اللي على وشك الموت، لكنه استخدم آخر قوته عشان يشير لمكان سوكيونغ، وبعدها شين غيوان توفى. تيزو شاف كده وانصدم، نظر لجونغ غو اللي يركضه وقام بسرعة يتبعه. جونغ غو كان مصاب وما قدر يهرب. بسرعة تيزو ركلوه وطاح على الأرض، بعدها بدأ يضرب به بلا رحمة. سرعان ما وصلت الشرطة للمكان، كانوا مراقبين كل حركة لتيزو، خايفين يقتل جونغ غو في لحظة غضب. لكن تيزو كان مكتمل غضب سنين، فاستغل الفرصة وأخذ حجر من الأرض عشان يضرب به. هو قتل كل اللي أحبهم، لازم أقتله بنفسي. مع صوت الرصاص تيزو وقع على الأرض ورجله أصابتها رصاصة. بعدين أخذت الشرطة جونغ غو، لكن في الطريق للعودة تيزو نظر لكوك بنظرة فيها معنى، وكيسيك حس إن تيزو مليان كراهية فحاول يتجاهل نظراته. بعد كده كيسيك ترك تيزو يسحب سلاحه ويطلق على جونغ غو. جونغ غو ابتسم ابتسامة شيطانية قبل ما يموت. كده قصة جونغ غو الشريرة انتهت. بعد ما مات الشرير عائلتهم لقت جثث الضحايا ودفنتهم. الفيلم هنا انتهى.